من الحاجات المهمة جدا كمان في قصر إبريم في حفريات إنجليزية لأحد الإيجيبتولوجيست باحثي علم المصريات الإنجليز اسمه بلوملي من جمعية الآثار المصرية الإنجليزية في إنجلترا في جامعة كامبريدج. عمل حفريات هنا في الستينات ولقى سرداب. السرداب ده كان موجود فيه بردية كبيرة جدا طولها 5 متر، وكان على البردية دي مكتوب نص أثري مهم جدا عرفنا إن الكنيسة دي كانت كنيسة مهمة موازية لكنيسة البابا في القاهرة. البردية مكتوب عليها بلغتين، اللغة النوبية القديمة ودي لغة مكتوبة ليست فقط لغة شفهية خلافا للرأي المتعارف عليه، لكن هي بالفعل لغة مكتوبة. النص المكتوب بالنوبي وبالعربي ان احنا بنكرس الكاهن تيموتي ككاهن للكنيسة دي، فهي اذا كانت كنيسة مهمة جدا للجنوب زيها زي مقر البابوي في القاهرة. لقوا كمان في أحد الفخارات 9 رولوهات من الجلد، مش من البردي المرة دي، 9 لفائف من الجلد مكتوب عليها حاجات من الحياة اليومية. وهنا ده بيدلنا كمان على إن المكان ده يعني كان في ناس عايشة فيه، كان في قرى حوالين الكنيسة دي، ودخلوا هنا الشادوف في البداية عشان الزراعة، ثم استبدلوا الشادوف بسواقي. فكل دي حاجات كمان دوكيومنتد بصور من أمري، وده ايجيبتولوجيست انجليزي عمل حفريات برضو في الستينات هنا وموثقة، وعندنا صور من السواقي اللي كانت موجودة هنا، وبيدل على ان كان في معيشة تامة للمكان في المنطقة دي. لما مية البحيرة علت بعد بناء السد العالي اللي انتهى بناؤه في 1971، المعابد المصرية القديمة غرقت، وفضل قصر إبريم اللي كان جزء من الأرض من الضفة الشرقية تحول لمكان وكأنه جزيرة، فأصبح يبدو أنه هو جزيرة في وسط البحيرة، وإن كان هو في السابق كان متصل بالأرض وما كانش منفصل عنها بالشكل اللي احنا فيه دلوقتي.